والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مفطرنا الجديد الكذب. الكذب هذه السلعة الغالية، العملة الصعبة إذا جاز التعبير، التي بها نفتح اليوم كل الأبواب. هذا الكذب هو المفطر الثاني عشر الذي يذهب بالثواب ويبطل العمل، بل ويذهب بصاحبه إلى بعيد، حيث يخرجه من دائرة الإسلام الخالص ليلقي به خارج دائرة الإسلام، حيث يوجد النفاق والفسق والفجور، وبعد ذلك النار. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكذب باب من أبواب النفاق. كما تعلمون للنفاق أبواب كثيرة متعددة وردت في كثير من الأحاديث، وغالبا ما يأتي الكذب ظاهرا رافعا رأسيه بين تلك العلامات والأبواب، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 أو 3 في روايات، 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن وجدت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، من جملتها إذا حدث كذب. فالكذب حقا هو باب من أبواب النفاق. ولذلك في الحديث الطويل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالكذب: ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يعني يكذب ويكذب ويتخذ من الكذب صنعة ويتحراها، أينما مال الكذب مالت رياح الكذب مال معها، حتى أصبح يعرف بها، ولذلك يكتب عند الله أيضا كذابا. وللتغليظ من جرم وشناعة الكذب يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ورؤيا الأنبياء حق. رؤيا الأنبياء كالوحي الظاهر لهم، لأن العلاقة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى إذا كانت فيها شيء من وساوس الشيطان وكدرات النفس وأضغاث الأحلام، فربما توهموا وخلطوا الوساوس والأوهام مع الوحي. لذلك عصمهم الله من كل هذا، فاعتبر كل شيء يأتيهم من جانبه، حتى ما يتكلمه هو من تلقاء نفسه هو إلهام من الله سبحانه وتعالى، وما يراه في رؤياه هو انطباع في ذاكرته جاء من آثار الوحي الذي أراده الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت كأن رجلا جاءني في المنام، رأيت رجلا جاءني فقال لي قم، يطلب مني أن أقوم وأن أنهض وأن أسير معه. يقول: فقمت معه، سرنا مسافة، فإذا أنا برجلين، أجد رجلين، أحدهما قائم والآخر جالس، بيد القائم كلوب من حديد
الكلابات، الجنجل، اي شيء يعني تمسك به قطعة معينة، الكلابة يعني. بيد هذا القائم كلوب من حديد يلقمه في شدق الجالس، هكذا في احد جنبيه. يلقم الكلوب او الكلابة على تفسيراتنا ولغتنا الدارجة، يضعها في فمه من جانب ما، يضعه في شدق الجالس فيجذبه حتى يبلغ كاهله، ثم يدعه فيأتي الى الجانب الثاني فيعلقه في شدقه فيجذبه حتى يبلغ كاهله، فيكون اليمين قد ارتخى، فيأتي الى اليمين وليجذبه، هكذا يجذب جانبا حتى يبلغ الكاهله ثم ينتقل الى الجانب الاخر. فقلت للذي اقامني، لهذا الذي قال قم معي وقمت معه، قلت له ما شأن هذا؟ لما يفعل بهذا الرجل الجالس؟ قال هذا رجل كذاب يعذب في قبره الى يوم القيامة، عيبه من لسانه، عيبه من شفتيه، من فكه، فهو سيعذب. هذا ليس عذابه، هذا مجرد، الحمد لله على السلامة. يوم تذهب الى مثلا، نعم اي نعم، يوم تذهب الى مثلا مفرزة امنية وتكون مطلوب بجرم جنائي او سياسي، اول ما يقولوا لك الحمد لله على السلامة كفين على الناشف. هذا لسه بمثابة الكفين على الناشف، لسه باقي قدامك الدولاب والكهرباء والاشياء الاخرى لسه باقية. بعد الحساب سنقيمك ونحاكمك ونكتب لك جدولا خاصا صباح مساء تعذب عذابا معينا. اما الان فمجرد تنبيه كما قلنا الحمد لله على السلامة، شلاب من اليمين ثم شلاب من اليسار، وهكذا نظل نبدل الجنب بالجنب حتى تقوم الساعة، لأنه رجل كذاب. ويروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو من كبار فقهاء الصحابة، نعم هو صغير العمر، ليس من جيل عمر وابي بكر وغيرهم، لكنه من العبادلة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، كل هؤلاء كانوا من كبار الفقهاء في عهد الصحابة، التلاميذ الصغار الذين نشأوا في بداية الوحي وتلقوا وقلوبهم صافية، تلقوا الإسلام فانغرس في قلبهم وفي فكرهم وفي ذهنهم فصار جزءا من كيانهم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليكذب الكذبة فيتباعد عنه الملك مسيرة ميل من نتن ما جاء به. يعني حين يكذب الإنسان، أنتم تعلمون حين يكون الإنسان مريضا يخرج رائحة كريهة من فمه، وربما تكون هناك بؤر أخرى في جسم الإنسان تنبعث منها بعض الروائح، لعلكم تجدون في أنفسكم مشقة كثيرة يوم تجاورون مثل هذا الإنسان. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذين الثوم والبصل فلا يحضر مصلانا، يعني خلي يبتعد عن المساجد حتى لا يؤذي الآخرين. فكما أنتم تفرون وتبتعدون عمن تنبعث منه الرائحة الكريهة، الرجل حين يكذب تنبعث منه رائحة كريهة
الملك الموكل بحفظه لا الملك الموكل برقابته. لا تظن، بعض الناس يقولون اذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب او صورة، اذا فليكن في بيتنا صورة حتى لا يأتي الرقيب وعتيد يسجل علينا. لا، هؤلاء يسجل عليك عن بعد، يلتقطون بدون ان يكونوا معك، لكن انت بحاجة الى ملائكة يحمونك من بين يديك ومن خلفك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحمونه من امر الله، اي يحمونه بامر، هنا من بمعنى الباء في عند غالب المفسرين، يحمونه لا من تلقاء انفسهم ولا دفعا للقدر، انما يحمونه بامر الله. هؤلاء الملائكة الموكلون بحفظك والموكلون برعايتك يفرون منك يوم تكذب مسافة ميل من نتن ما خرج منك ومن بعث منك. اذا للعيوب الباطنية وللذنوب رائحة ربما انتم لا تعلمونها ولا تميزونها، لكن ارباب القلوب قد يميزوا، ومن جملتهم الملائكة، فهم يلتقطون ما لا تلتقطون، كما يقول الشاعر: قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين. اذا كانت قلوبهم ترى ما لا يرى للناظرين، ربما انوفهم تشم ما لا يشمه الاخرون. لكن اكثر اهل الله يعطيهم الله الصبر، حين تدخل عليهم يشمون منك رائحة كريهة من كذبك ومن سرقتك ومن حقدك ومن حسدك ومن ريائك ومن نفاقك ومن نظرك ومن زناك ومن غير ذلك، لكن باعتبار انه مكلف بدعوة الخلق الى الله وانهم على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يتحملون عباد الله. وانتم تعلمون اذا كان هناك رجل محسوبا على محبوبك تتقرب اليه حتى لو كان قليل العقل، حتى لو كان متسخ الظاهر، لانه من جماعة محبوبك. فالرجل الصالح صحيح انه يشم رائحة كريهة، لكنه يتحملك نظرا لانك عبد من عباد الله، وقليلا ما يظهر منهم شيء، كما ظهر من سيدنا عثمان رضي الله عنه حين دخل عليه ابو هريرة رضي الله عنه وهو في الشارع، التقى بامرأة اختطفت المرأة من ابي هريرة نظرة، يعني سيدنا ابو هريرة نظر اليها نظرة ربما كانت لها يعني معنى، ليست هي النظرة العابرة، ربما نظر اليها نظرة فيها شوب شهوة، وهم ليسوا معصومين، ليسوا ملائكة، هم بشر يخطئون ولكنهم سريعو التوبة. دخل بعد نظرته على سيدنا عثمان فقال له سيدنا عثمان: أيدخل علي أحدكم وعليه آثار الزنا؟ أيدخل علي أحدكم وعليه آثار الزنا؟ هذا يعني أن المرتبطين بالله سبحانه وتعالى والذين يحتمون بقلوبهم ويبتعدون نوعا ما عن هذه المادة، عن هذا القالب، يمكنهم ان يشموا ما لا تشم، ولذلك الملائكة تشم رائحة الكذب فتبتعد عنك مسافة ميل. واذا علمتم ان هذه هي فظاعة الكذب فمن العار ايها الاخوة، من العار ان نجد اناسا في الشارع، في السوق، في المعاملة، في المتجر، في المدرسة، يقولون سبحان الله المسلمين كذابين، يا اخي هذا النصراني شقد صادق، شقد اي عار يأتي الينا يوم نجد الناس يمدحون غير المسلمين بالصدق وهم صادقون. حقيقة لا يمكننا ان نرتكب مغالطة وان نخرج من واقعنا، الناس صادقون، نعم كاذبون مع معتقدهم، كاذبون مع فطرتهم، لكن في تعاملهم مع الناس يريدون ان يظهروا هذا الدين الباطل بمظهر الدين الحق. الا ترى انه اثر في سلوكنا حتى جعلنا صادقين في تعاملنا؟ دينهم اسود لكنهم يعطون صورة بيضاء لهذا الدين،
ديننا ابيض، غير اننا نعطي صورة سوداء لهذا الدين، بحيث اننا ندعو الناس باقوالنا الى هذا الدين وننفرهم عن ديننا بافعالنا. من العار ان نجد غير المسلمين يوصفون بالصدق، بينما نجد المسلمين يوصفون بالكذب والمراوغة والخيانة والخداع والغش وغير ذلك مما يشتهر بها المسلمون. والعار، علما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فيما يرويه عبد الله بن جراد رضي الله عنه، يقول: قلت يا رسول الله، او سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هل يزني المؤمن؟ قال: قد يكون ذلك. من الممكن حتى وهو مؤمن قد يزني، ينزلق، يعني الشيطان يغويه، شهوته تغلبه. فقلت له: يا رسول الله، طبعا هناك روايات اخرى، سؤال عن السرقة ايضا، هل يسرق المؤمن؟ قال: قد يكون منه ذلك. في هذه الرواية ليست هناك رواية السرقة. يقول: قلت يا رسول الله، هل يكذب المؤمن؟ سألتك هل يزني؟ قلت قد يكون منه ذلك، ربما. فالمؤمن ليس معصوما عن الزنا. هل يكذب المؤمن يا رسول الله؟ قال: لا يكذب. ثم اتبعها بقوله تعالى: انما يفتري الكذب. من هم الذين يفترون؟ من هم الذين يكذبون؟ كما يقول الله تعالى: الذين لا يؤمنون بآيات الله. هذا بيان. من الذين يكذبون؟ من هم الذين يفترون؟ الذين لا يؤمنون بآيات الله. فإذا رأيتم رجلا يكذب فاعلموا ان علاقته مع الايمان اصبحت ضعيفة الى درجة ان الرسول صلى الله عليه وسلم تغليظا له، ولا نقول بيانا للحقيقة، فالانسان بالكذب لا يكون كافرا. الكذب معصية من الكبائر صحيح، لكنها ليست من المكفرات، غير انها كبيرة وكبيرة وكبيرة الى درجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تغليظا لعقوبته وبيانا لبشاعة امره نفى الكذب عن المؤمن، وبالتالي نفى الايمان عن الكذاب. ويقول سيدنا عمر رضي الله عنه: احبكم الينا ما لم نركم. ما هي القاعدة؟ كيف نحب الناس؟ يقول سيدنا عمر: احبكم الينا ما لم نركم احسنكم اسما. اناس في دمشق، في اذربيجان، في ايران، في افغانستان يذكرون لي. كيف احبهم؟ لاول وهلة يوم يذكر اسمهم اقيمهم على اساس هذا الاسم. قد تقول ان فلانا اسمه جعل، يعني ما لقى ابوه غير هالاسم، ما يدخل هذا الرجل بقلبي. يوم تقول اسمه محمود، عالم، عارف، خالد، الى غير ذلك من الاسماء الجميلة، جواد، كريم، عبد الجواد، عبد الكريم، وغير ذلك من الاسماء التي يتفاءل الانسان بها، هذا الانسان يدخل في قلبي، لان لكل انسان من اسمه نصيبا ولو قليلا. لكل انسان من اسمه نصيب ولو كان هذا النصيب قليلا. يقول سيدنا عمر: احبكم الينا ما لم نركم احسنكم اسما. فاذا رأيناكم بعد ما جيت الينا، اجى عندنا عبد الكريم وعبد الرحيم وعبد الخالق وعارف وخالد وحسن ومحمود، كلهم اسماؤهم جميلة، احببناهم. حينئذ ماذا نفعل؟ يقول: احبكم الينا عند رؤيتنا لكم احاسنكم اخلاقا. الان
سوف ننظر الى افعالكم والى اخلاقكم، من وجدنا لديه اخلاقا حسنة احببنا. بعد ذلك اذا رأيتنا واحببت الاحسن فينا من الاخلاق ماذا تفعل؟ فاذا اختبرناكم وامتحناكم وخالطناكم وظهرت بضاعتكم أتدري على أي أساس نقيمكم ونرفعكم؟ فأصدقكم حديثا. في البداية قد يكون الرجل كذابا، قد يكون لين اللسان متواضعا معسول الكلام فيجذب انتباه عمر ويحبه عند رؤيته، لكن عند الامتحان وعند الاختبار وعند الاختلاط يوم يومين ثلاثة حبل الكذب قصير. فلا نختار الا صادق الحديث. والكذب انواع، هناك كذب في الاخبار، كذب في الاخبار، تخبر بشيء اعتادوا وانتم تعلمون، هناك اشخاص معينين اسمائهم معروفة، فلان وفلان وفلان، وكثيرا ما نضرب الامثال بهم، نقول انت كفلان، يعني لو رأى 10 طيور يقول رأيت 100 طير. طالعنا من بؤر الصوبة كم زرزور؟ في ليلة باردة طالعنا من بؤر الصوبة كذا زرزور. يا اخي الزرازير كيف تعيش في بؤر الصوبة؟ هو يعلم ان الناس لا يصدقونه، لكن اصبح هذا الكذب في الاخبار جزءا من كيانه. ولذلك يروى ان رجلا كان يكذب ويخدع الحاضرين، لكنه كان رجلا ربما ذكيا وعاقلا يهندس الخبر دائما ويجعله في قالب يصدقه الناس. فرأى اخوه ان يقلده وقال ان اخي رجل كذاب، غير انه يهيمن على الجلسة كلها، اذا حضر في المسجد الكلام له، اذا حضر في الربعة الكلام له، في المدرسة هو دائما يهيمن على الجلسة. انا ايضا سأقلده. يوما ما دخل الربعة وقال لهم يا جماعة انا سمعت صوت عواء الكلاب في السماء، فالجميع كذبوه. كيف يأتي عواء الكلاب من السماء؟ وهم يكذبونه ويهينونه، وبينه وبين نفسه يعاهد على أن لا يكذب لأنه فشل. دخل عليهم أخوه وقال ما الشأن؟ قال انظر إلى أخيك إنه رجل كذاب حشاك، يعني أنت رجل صادق، ولكن هذا خرب سمعتك، يقول إنه سمع عواء الكلاب في السماء. قال وأي شيء في هذا؟ أي حرج؟ فلعل طائرا من الطيور المفترسة انقضت على جرو للكلاب وخطفه، وأثناء خطف هذا الطير لهذا الكلب سمع أخي عواءه. قالوا صحيح معقول؟ هل معقول؟ إذن هناك كذب في الأخبار بحيث لا يستطيع، يعني حين يريد أن ينقل خبرا يحكه جلده يتنمل، إذا نقل الصورة بالشكل الدقيق وكأن نملا في جلده يجب أن يضيف عليه شيء من البهارات، وهذا أيضا كذب. ومن أنواع هذا الكذب في الأخبار قد يكون كبيرا جدا وقد يكون صغيرا، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون كاذبا وقد يكون كذيبة. هناك رجل يكذب كذبة ورجل يكذب كذيبة، ولكن على كل حال هذا كذب وهذا كذب، وهذا يسجل عليك وذاك يسجل عليك. قد يكون كبيرا جدا، يوم تأتي وتقول إنني رأيت رجلا وهو بريء، رأيت رجلا اسمه كذا وكذا يسرق من متاعكم، وأنت تكذب في إخبارك، فهذه كبيرة لأنه بهتان. وقد يكون صغيرا وصغيرا إلى درجة التوسط، كأن تقول الأم لطفلها يا حسن لا تبكي أو لا تذهب، تعال لأعطيك، حتى إذا جاء الطفل وأصبح في قريبا من قبض يدها ضربته كف ودخلته في الحوش، لا تعطيه شيئا.
هذا ايضا كذب، لكنه كذبة متوسطة ليست كبيرة، ليس كعواء الكلاب في السماء. ولذلك يقول عبد الله بن عامر رضي الله عنه، يقول: كنت صغيرا دخل النبي على بيتنا، كنت طفلا صغيرا ودخل النبي علينا، وارادت امي ان لا افارق رسول الله، يعني انا ابقى في مجلسه. طبعا انا طفل، ايش لي مع رسول الله، انا اريد ان اخرج. فنادت: يا عبد الله تعال لاعطيك. يقول: ففاجأها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما عسى انت معطيه؟ قالت: يا رسول الله تمرة، انا راح اعطيه تمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما انك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. تعطي تمرة لا مانع، معناته اذا نادت الام طفلها وقالت: تعال لأعطيك، يجب ان تعطيه، على الاقل حرصا على تربية هذا الطفل حتى هو ايضا لا يتعلم ويخدع الاخرين كما تخدعه امه. ولعلكم سمعتم قصة الرجل الذي ذهب مسافة طويلة ليتلقى ويتعلم ويسلك على رجل شيخ، ولما ذهب وجد هذا الشيخ او هذا العالم قد خرج فرسه من الاسطبل، واراد هذا الرجل ان يعيد الفرس. وانتم تعلمون ان الانسان اذا خرج فرسه وشرد يحاول ان يعيد الفرس باي وسيلة، وهكذا فعل الشيخ. ففتح ثوبه، نحن نسميه فرج، فتح فرجه هكذا واشار للفرس ان تعالى. اوهم الفرس ان فيه علف، فيه شعير، فجاء الفرس اليه. فلما جاء الفرس واثناء التقاء الشيخ مع الفرس جاء الطالب الذي اراد ان يتعلم والمريد الذي اراد ان يسلك، التقى هو والفرس والشيخ في لحظة واحدة. فلما اخذ الشيخ بزمام الفرس امن على الفرس، ترك فرجه، فوجد المريد او الطالب الثوب فارغا. عاد وقال لرفاقه: تعالوا نعد من حيث جئنا. قال: لما؟ لقد كبدتنا مشقة السفر وظللت تمدح لنا هذا الرجل. قال: لقد رأيتموه يخدع الفرس، ومن يخدع فرسه لسنا امينين ان يخدعنا ايضا. لذلك مهما كان الكذب بسيطا يعطي فكرة للطرف الاخر ان هذا امرا جائز، فقد يستعمل هذا السلاح الذي استعملته انت من اجل حالة بسيطة قد يستعملها من اجل حالة اعنف. وقد تكون الكذبة صغيرة صغيرة الى درجة ان الرسول سماها كذيبة. تقول اسماء بنت عميس: كنت صاحبة عائشة ليلة دخول النبي صلى الله عليه وسلم بها. انتم تعلمون حين يرسلون العروسة تذهب معها امرأة او امرأتين او ثلاثة حتى يؤنسوها، خاصة اذا كانت صغيرة في سنها. وقبل ان يختلي النبي صلى الله عليه وسلم بزوجته الجديدة تروي لنا اسماء بنت عميس هذه الحادثة. تقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، يعني في بداية عهد المدينة ما كانت نزلت آيات الحجاب بالشكل الدقيق، فكان المسلمون ما يمتنعون عن بعضهم، انما كانوا يكشفون وجوههم لانفسهم، وكانوا يقعدون حتى في بيت واحد. لم تأتي آيات التشريع المتكاملة، لان احكام الحجاب ما جاءت الا يوم انتظم المجتمع الاسلامي واصبح الاختلاط بين الرجال والنساء، ودعت الضرورة الى تنظيم المجتمع، حينئذ نزلت ايات الحجاب. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في بيته شيء. العريس يدخل على عروسته، على العروسة، ولا يوجد في البيت شيء ابدا سوى شيء من لبن، شيء من اللبن، او هي تقول قدحا
من لبن. ولا تظن أن القدح هذا كأس، لا، القدح هو الإناء الذي تشرب منه، سواء كان هكذا أو هكذا أو طاسة كبيرة صغيرة لا يهم. يقول: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القدح فشرب النبي صلى الله عليه وسلم منه، ثم ناول القدح عائشة فاستحيت الجارية. عائشة جويرية صغيرة، يعني عمرها كانت 9 سنوات 11 سنة بينها على اختلاف في الروايات. قرب النبي اللبن لها فاستحيت، فقلت، هي تقول، المرشدة رفيقتها تقول: لا تردي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشربت، ثم ناولتنا القدح، يعني حتى نشرب، فقلنا لها: لا نشتهي، لا نشتهي. هذه هي الكذيبة، لا نشتهي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجمعن، يقول لنا للنسوة: لا تجمعن جوعا وكذبا، يعني لا تجمعوا المصيبتين على بعضهم. انتوا جائعين لما تكذبون؟ لا تجمعوا جوعا وكذبا. فقلت، أسماء تقول: قلت يا رسول الله، إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه أيعد ذلك كذبا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الكذب ليكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة. كل شيء يكتب، الكذب يكتب، فإذا كان كذبة يكتب كذبة، مضاعفة للتربيع للتكعيب يكتبوها للتكعيب، صغيرة كذيبة كذيبة، حسب الحالة التي أنت فيها. هذا الكذب في الأخبار. وهناك الكذب في الوعد، وهو من علامات النفاق المزدوجة. إذا وعدت رجلا وأخلفت الوعد تكون منافقا من خصلتين: أولا لأنك كذبت، ثانيا لأنك أخلفت الوعد. ولكن لا تظنوا أن إخلاف الوعد أو الكذب الذي هو مزدوج والذي هو خصلتين من خصال النفاق، لا تظنوا أنها هي الحالة التي يقرض الواحد منا 10 ليرات لرجل إلى شهر، فيأتي الشهر ولا يتمكن من الدفع فيخلف وعده معك. لا، ليس هذا. إنما إخلاف الوعد هو أن توعد رجلا وأنت تضمر الإخلاف. يأتي رجل ويقول: نحن بحاجة إلى 1000 ليرة خلال أسبوع راح نجيب لك. هو يعلم أنه بعد شهرين كمان ما عنده 1000 ليرة، لا عنده ولا عند أبوه، ولكن إذا قال له بعد شهرين نجيب لك ما راح يعطيه. يقول له: أنا رايح على حسكة وجاي أجيب لك 1000 ليرة، ويروح بوجهه، هذا وجه الضيف، ما عاد يجي. هذا هو إخلاف الوعد. أما لو أنك استقرضت من رجل مالا إلى رأس الشهر وأنت تستلم راتبك في العادة في رأس الشهر، وطرأت أمور، أمين الصندوق غير موجود، حصلت قوانين تبدلت، تغير نظام الرواتب، أخروا راتبك لمدة أسبوع، وما تمكنت من دفع هذا القرض لمن وعدته، أنت حينئذ لست مخلفا للوعد، وإنما أنت تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الخلف أن يعد أحدكم وهو ينوي الدفع، إنما الخلف أن يعد الرجل وهو ينوي المماطلة. الكذب من الدرجة الثالثة الكذب في اليمين، أن تكذب في حلفك، تقول: والله رأيت زيدا. هل أصادق أنت رأيت زيدا وهو يحرق البيدر؟ قال: نعم. احلف. قال: والله رأيته، وهو كاذب. هذا من أبشع أنواع الكذب، وهو اليمين الغموس الذي قربه النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة الشرك بالله عز وجل. وإذا كان فيه
اقتطاع مال امرئ مسلم استحق بهذا اليمين غضب الله عز وجل، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التجار فجار، التجار فجار. طبعا كثيرون منا تجار، ولكن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي: التجار فجار، وفي رواية: إن التجار هم الفجار، وفيه شيء من التأكيد الزائد لأن ضمير الفصل فيه نوع حصر. إن التجار هم الفجار، وكأنه يقول هم لا غيرهم، فيه زيادة تعنيف. قالوا: يا رسول الله، أليس الله قد أحل لنا البيع؟ كيف تقول التجار فجار؟ ألم يحل الله لنا البيع؟ قال: نعم، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. إذا كان التاجر يروج بضاعته بالحديث الكاذب، رأس ماله 10 ليرات، يقول رأس ماله علينا بالله وكيل ب15 ليرة، ومالك علي يمين، ويطج 10 ايمان ورا بعضهم، ومالك علي يمين. طيب مالي عليك يمين، ليش تحلف يا اخي؟ اذا اي التجار هو من الفجار؟ الذي يحدثه وهو يكذب، والذي يحلفه وهو آثم في يمينه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبشع الخيانة أن تحدث الرجل بحديث أنت له كاذب وهو لك مصدق. أنت له كاذب وهو لك مصدق، هو يصدقك، هو يأمن عليك ويظنك صادقا وأنت تكذب عليه. على كل حال بحث الكذب طويل، نكتفي بهذا المقدار، غير أننا نقول قد يحتاج الإنسان إلى الكذب ويضطر إلى الكذب. لذلك قالوا: من حق الإنسان المسلم أن يرتكب بعض المحظورات، وهذه قاعدة عامة قلناها في غير باب الكذب، حتى قلنا في غير الآفات، هو في الكذب حتى وفي الأمور الأخرى. إذا عرفت أنك ستتضرر من حقك أن تتجاوز بعض القوانين. أما إذا عرفت أنك ستحرم منفعة لا يجوز لك أن تتجاوز القوانين. بعض الناس يخلطون، يقول: إن فلانا سألني السؤال الفلاني، وإذا قلت له صادق كنت معه صادقا سأخسر 100 ليرة، هالفوائد ما راح تجيني، أو سوف لن أؤمن هذا المكان عنده، لكن إن كذبته سوف لن أخسر. يجب عليك أن تصدق. لكن هناك رجل يسعى وراء آخر يريد أن يقتله ويسألك، قال: هل رأيت حسن؟ إن قلت نعم دخل هذا البيت سيقتله، حينئذ تقول: لا، ما رأيت حسن. أنت رأيت امرأة يزني بها رجل، ورأى شخص آخر أيضا فشهد لهم، لكن شهادته ليست كافية، قال: إن معي فلان هو أيضا يشهد، هو أيضا رأى، جاءوا إليك، قل: ما رأيت، لله أبدا ما رأيت. ألم ترى هذا الرجل يكذب؟ نعم يكذب، أنا ما رأيت تلك المرأة وهي تفجر، أحمي عرض هذه المرأة المسلمة وأسترها، عسى الله أن يسترني. هذا تكذب فيه. أيضا إذا كنت مدبر معركة وحرب، سقطت 10 طائرات، من حقك أن تقول: أسقطنا 10 طائرات، نحن 10 طائرات منا رايحات. لكن لو قلت 10 طائرات منا نحن، ستتدهور معنويات الجيش، والحرب خدعة. من حقك أن تكذب هنا، ليس عيبا، ويا ليت العرب ما كذبوا إلا في هذه النقطة.
لو انها هذه وحدها كثير منكم ربما يعني يضع اذانه الى اخبار الطيران التي قلناها ايام زمان، هذا لا حرج. والاخر يوم تصلح بين متخاصمين، زيد وعمر متخاصمين، زيد يسب عمر وعمر يسب زيد، تأتي الى زيد وتقول انا الان كنت عند عمر كم يمدحك ويثني عليك ويدعو الله لك، وتذهب الى الاخر، لا حرج، انت كاذب، لكن من اجل ان تجمع شملهم. وايضا الزوج يكذب على زوجته والزوجة تكذب على زوجها، لا حرج. الزوجة تزوجت بانسان لكن هذا الزوج بدأ يعاملها معاملة سيئة الى درجة ان هذه المرأة اصبحت تكرهه، غير انها تحترم قيم السماء وتحترم قيم مجتمعها، وآثرت ان تبقى معه وفية وامينة. يوما ما هذا الزوج القاسي القاتل الضارب الجاني سألها يا فلانة انت تحبينني؟ هي تكرهه. ان قالت نعم انا اكرهك فرقت بينها وبين زوجها. من حقها ان تقول نعم انا احبك وانت اغلى رجل، انت فارس احلامي. أليس هكذا يقولون؟ وكذب. لذلك يروى ان هدهدا اجتمع مع هدهدة على قبة سليمان يطالبها بالعلاقة الزوجية، والأنثى ترفض، والهدهد يمدح نفسه ويقول انا كذا وكذا ويجب ان ترتبطي معي لا مع غيري، هي ترفض. قال لها والله لو تزوجتيني، طبعا ليس بمعنى الزواج انما بمعنى الارتباط، لو انك ارتبطت بي سترين حينئذ عزائمي وقوتي. قال يعني الى اي درجة تصل قوتك؟ قال لو انني ضربت برجل واحد على هذه القبة، قبة سيدنا سليمان، لقلبتها رأسا على عقب. فسمعهما سيدنا سليمان وقال له يا هذا اتق الله. قال يا سيدي اما سمعت انه لا حرج على العاشق والمعشوق؟ من حقهم ان يقولوا هذه الحالات. اذا هذه حالات ثلاثة: الحرب خدعة تكذب لا حرج، ان تصلح بين متخاصمين لا حرج، ان تكذب الزوجة على زوجها والزوج على زوجته. من اي باب؟ من باب ما ينمي الحب بينهما، لا ان تقول الزوج يقول للزوجة اين كنت؟ هي ذاهبة الى بيت الجيران تقول انا كنت عند الطبيب راسي كان يجعني، هذا لا يجوز. انما اقول تكذب خلاف حقيقة ما في القلب، خلاف عواطفها، تظهر له خلاف ما تبطن من اجل ان تنمي العلاقة، لعلها بهذا العمل تغير ما عليه الزوج، فاذا تغير الزوج لعل الكراهية تنقلب من جديد الى محبة. نرجو الله سبحانه وتعالى ان يجعل المحبة بيننا جميعا.